السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ ربنا دايما تكونوا بخير وبصحه وسعاده دايما في كل مكان. هقول لك على شويه مدرسين دلوقتي او كام مدرس لاهم مواد، وهي زي العربي. لو انت مش فاهم اي حاجه في العربي فالاستاذ محمد صلاح بصراحه هايل جدا في العربي، وعامل شرح مبسط لحاجه اسمها كوكب النحو، او فيديو اسمه كوكب النحو. الفيديو ده لمم لك معلومات فيه كتير قوي واساسيات هتبني عليها بعد كده حاجات كتير قوي. فالعربي وبالذات النحو فاستاذ محمد صلاح بصراحه رقم واحد بالنسبه لي. تمام. طيب نيجي للانجليزي. الانجليزي بصراحه في كذا مدرس كتير قوي، يعني كذا مدرسين كتير، فمش هقدر اقول لك انهي واحد احسن واحد، يعني كلهم مستوياتهم متقاربه. ولكن الانجليزي خليني اقول لك الدكتور احمد مكرم عامل فيديو اساسيات الانجليزي. الفيديو ده كويس جدا وهيوضح لك حاجات كتير جدا وهيخليك انك تبني بعد كده حاجات عليه. فالدكتور احمد مكرم القناه على اليوتيوب احياء، فشارع عامل فيديو اساسيات الانجليزي كويس جدا، اسمعوا. نيجي للاحياء وعندنا الدكتور احمد الجوهري والدكتور محمد ايمن. الاثنين دكتورين ممتازين بصراحه، دكتورين كويسين جدا 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 جدا. تمام. انا سمعت ده شويه بس سمعت الدكتور محمد ايمن اكتر، كم كبير جدا في الاحياء وفاهم حاجات كتير. وسمعت الدكتور احمد الجوهري، فبصراحه شرحه كويس جدا وهايل جدا برضو فوق توقعاتي. فالاثنين كويس. فانا بحب اسمع بصراحه بقى الدكتور محمد ايمن في الشرح في اول السنه، ولكن في المراجعات النهائيه بحب اسمع الدكتور احمد الجوهري، لانه بيبقى عامل ساعه كده بس كده او ساعه ونص بيشرح فيها، بيلم فيها كل الافكار بتاعه المنهج. ما شاء الله عليه، الله اكبر يعني. ده في الاحياء. في الكيمياء الدكتور خالد صقر بدون منازع، مع احترامي كل الاساتذه التانيين هم كويسين وكل حاجه، بس الدكتور خالد صقر بصراحه بره المذاكره او بره التعليم اتعلمت منه حاجات تانية كتير في الحياه يعني عامه. فالدكتور خالد صقر، الاستاذ خالد صقر بصراحه كويس جدا 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 جدا، وبيوصل المعلومه بشكل كويس جدا جدا جدا. وغير ان هو كمان بيشحنك عنده ملكه الشحن كده، ان هو بيشحنك بالطاقه والحماس في الشغل بتاعك او في المذاكره. دكتور خالد صقر. نيجي الفيزياء استاذ حسام خليل. واستاذ حسام خليل من الاساتذه الشاطره جدا جدا جدا. ولكن لازم تسمع له من اول السنه، ما ينفعش انك يعني تسمع له مراجعه نهائيه او الموضوع مش هيبقى احسن حاجه بالنسبه لي. استاذ حسام خليل لو هسمعه من اول السنه مش هنيت ايه، من اول السنه، فهو بصراحه بيحاول انك يخليك تخرج من الحصه بتاعته او الدرس بتاعه ان انت فاهم كل حاجه، او مش فاهم بس انت حافظت القوانين جوه الدرس، انه بيقعد يكرر وبيقعد يخليك انك تقول حاجه اكتر من مره. فاستاذ حسام خليل كويس جدا برضو في الفيزياء، مفيش حد ينكر الكلام ده. تبقى لنا الفرنساوي فيه اساتذه كتير جدا، ما اقدرش اقول واحد منهم معين لان مستوياتهم كلها متقاربه، ولكن الفرنساوي علشان انك تتاسس فيه اكتب اساسيات بس الفرنساوي على اليوتيوب، هتلاقي فيه كذا فيديوز شارحين اساسيات الفرنساوي بشكل مبسط جدا. في اساتذه كتير شاطره، انا بصراحه سمعت لكذا حد وكنت باخد من كل واحد معلومه، او يعني بذاكر مع كل واحد شويه ولميت معايا الدنيا. فانت برضو اسمع وشوف انهي واحد من المدرسين يقدر ان هو يكمل او تقدر انك انت تكمل معاه. بس يمكن دول اهم 5 مواد تقريبا اللي هتبقى فوكس عليهم في حالة انك كنت داخل علمي. ف اما اذا كنت داخل ادبي فطبعا يعني حاجة تانية خالص، يعني ما اتكلمتش انا فيها، لكن كل ده علمي. اما في الرياضة بقى للي داخل علمي رياضة، ففي الرياضة بصراحة مقهى الرياضيات دي اكتر مكان استفدت منه كتير وتعلمت منه كتير، وشرحه مبسط جدا وسهل جدا، وبيقدر ان هو يوصلك المعلومه بطريقه سهله جدا، وبيخليك كمان انك عندك حماسه انك تحل وبتحل فعلا الحاجات. ولكن محتاج مراجعه كتير عشان الرياضه عامله زي السبيرتو بتطير، هو تقريبا كله عامل زي السبيرتو. فالمراجعه مهمه جدا، لازم مراجعه كل يوم مراجعات. تمام. اتمنى كلكم تكونوا احسن صحه واحسن حال، يا احلى طلاب في الدنيا ويا احلى اصدقاء في الدنيا واجمل ناس في الدنيا.
تمام. كان معكم حمدي مجدي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم بصحه وعافيه.